شهية المغرب مفتوحة، فبعد أقل من 3 أشهر على استقباله مهدي جمعة في الرباط، يحل محمد السادس اليوم ضيفا في العاصمة التونسية. ستكون أول زيارة للعاهل المغربي إلى تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي قبل 3 أعوام. على مائدة الملك خطاب في البرلمان التونسي واتفاقيات اقتصادية، وفي البال رغبة الرباط في الحد من نفوذ الجزائر في المغرب العربي في إطار النزاع بين البلدين على منطقة الصحراء الغربية. العديد من التقارير الإعلامية الجزائرية الصادرة اليوم حول زيارة الملك إلى تونس أن هناك نوع من القلق وهناك نوع من الريبة تجاه هذه الزيارة. هي نفس الريبة التي كان ينظر فيها محمد السادس إلى التقارب الجزائري التونسي، فعبد العزيز بوتفليقة كان استقبل في الجزائر نظيره التونسي المنصف المرزوقي. المرزوقي كان واقفا إلى جانب الرئيس الجزائري في جنازة الزعيم الراحل أحمد بن بلة قبل عامين، ولم يكن بعيدا عنهما راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية الإسلامية. تونس تأمل أن تساهم زيارة محمد السادس في إنعاش العلاقات المغاربية. الغنوشي كان هو أيضا ضيفا في الجزائر، إذ رعى بوتفليقة مصالحة بين حركته وبين زعيم حزب نداء تونس البيجي قايد السبسي. مؤسسة اتحاد الدول المغربي كما هو معلوم هذه المؤسسة تعاني الشلل منذ سنوات ولم تتمكن من القيام بدورها الحقيقي. زيارة ملك المغرب تسبق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي في تونس، حدثان ليس متوقعا أن ينعشا هذا الاتحاد المشلول. قتل